السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة رايحين المتحف المصري. تعالوا الاول نقول لكم عن نشأة المتحف. بدأ الاهتمام بفكرة انشاء متحف بعد فك رموز حجر رشيد. محمد علي باشا هو اول واحد عمل مصلحة للآثار، بس فكرته ما نجحتش عشان هو مات قبل ما يعملها. بعدين جه عباس الاول ابن محمد علي باشا، خد كل الآثار وأعطاها هدية للدق الفرنسي. بعدين جه مريت وأمر بإنشاء أول متحف في بولاق، وده كان 1858. بعد 20 سنة حصل فيضان كبير وغرق المتحف وضيع حاجات كتير منه، وفي 1902 تم إنشاء المتحف الحالي في التحرير. حجر رشيد النسخة الحقيقية بتاعته موجودة في المتحف البريطاني. عثر عليه بالصدفة أحد ضباط نابليون ولقوه بالقرب من منطقة رشيد، علشان كده اتسمى حجر رشيد. الحجر ده طوله 113 سنتي وعرضه 75 سنتي. السبب في أهمية حجر رشيد إن هو كان الوسيلة الوحيدة لفك لغز اللغة المصرية القديمة، علشان كان مكتوب عليه الكلام بلغتين و3 خطوط. شامبليون هو العالم اللي فك رموز حجر رشيد، وهو اللي تمثاله محطوط جنب الحجر. ودي الأواني الفخارية. الأواني الفخارية كانت أحيانا بتزخرف بلون أبيض، بعدين بتنعم بحجر الصقر، وبعدين لو كانوا عاوزين لونها أحمر كانوا بيحرقوها. أما الأواني اللي لونها أسود كانوا بيحرقوها حرق كربوني، وده قناع هي كومبوليس. رأي بيقول إن الشخص اللي بيموت كان بيرتديه، ورأي بيقول إن الكاهن اللي بيعمل الطقوس الجنائزية هو اللي كان بيرتديه. القطعة اللي قدامكم دي اسمها راس معبود. الراس مصنوع من طين أحمر محروق وعليه آثار من لون أصفر باهت، وفيه ثقوب صغيرة في منطقة الراس والدق، كانوا مثبتين فيها شعر علشان تكون شبه الراس الحقيقية. التمثال ده اسمه خاع سخموي، وهنلاقيه لابس عباءة طويلة ليها أكمام فضفاضة، والقبضتين فيهم ثقوب، وده بيدل انه كان ماسك حاجة واتساعد، غالبا عصا او صولجان. وعلى قاعدة التمثال موجود نقوش تمثل أعداء الوحدة من الدلتا، حكم 30 سنة. التمثال ده اسمه حتب دي اف، وهو أقدم تمثال غير ملكي، وهتعرفوا ان هو من التماثيل القديمة جدا علشان فيه أخطاء كتير، وحجم الراس بالنسبة للجسم مش متناسقين، وكمان مفيش رقبة، وركبته مسطحة، وده الملك زوسر. وهنلاحظ هنا ان ملامح وجهه حزينة، وده علشان حصل في عهده جفاف لنهر النيل ومجاعة، فكان زعلان على شعبه. قابض ايد وباسط ايد بيدل على الشدة واللين، وده طالعة من شعره، وده بيدل انه كان مستمع لشعبه. وده مسبح مزين برؤوس أسد. هنتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها الصلايات. الصلاية ليها 3 استخدامات: طبي وسحري وتسجيل أحداث. الطبي كانوا بيطحنوا فيها الكحل، والسحري كان بيتحط في المقابر مع المتوفى، وكانت بتاخد أشكال مختلفة زي السمكة أو فرس النهر. إما الاستخدام الثالث وهو تسجيل الأحداث. ودي هي الصلايات بتاعت السحر، بتتخذ شكل حيوانات. ودي صلاية الليبيين وليها وجهين. الوجه الأول منقسم ل4 أقسام، 3 حيوانات والرابع شجر زيتون. والوجه التاني من الصلاية فيه مناظر لصقر ولبقة وعقرب، وكلها بترمز للسلطة الملكية. الصلاية الكبيرة دي اسمها صلاية الملك مينا. الملك مينا مؤسس الأسرة الأولى وموحد القطرين. الصلاية بتاعته ليها وجهين. الوجه الأول مقسم ل3 أقسام، والقسم الأول موجود فيه الإله بات والسيخ واسم نعامر. القسم التاني بيقف الملك وهو لابس التاج الأبيض، في إيد ماسك مصمعة، والإيد التانية ماسك أسيم الدلتا.
والقسم التالت فيه 2 بيحاولوا الهرب من بطش الملك. الوجه التاني بقى منقسم ل4 أقسام. القسم الأول نفس القسم الأول في الوجه الأول. القسم التاني موجود فيه احتفالية النصر، وكان الملك يرتدي التاج الأحمر، وقدام الملك وزير و4 من حكام الأقاليم. كل واحد من حكام الأقاليم بيمسك شعار إقليمه. القسم التالت فيه 2 حيوانات متعانقين، وفي واحد بيحاول يفك العناق اللي بينهم بس مش قادر، وده طبعا بيرمز لقوة التوحد بين المملكتين. القسم الرابع موجود فيه الملك مينا على هيئة طور مندفع إلى قلعة الشمال، وبيحاول يدمر أسوارها. دلوقتي هنشوف الملكة نفرتيتي أجمل امرأة في التاريخ. تمثالها اتسرق من مصر من أكتر من 100 سنة. لما مصر طلبت باسترداده هتلر كان هيعلن الحرب، ولحد دلوقتي ألمانيا رافضة ترجع التمثال. التمثال موجود عندنا في المتحف المصري تمثال مهشم. التمثال هو الصورة الصغيرة اللي تحت، والكبيرة دي الصورة بالذكاء الاصطناعي. وده تمثال نفرتيتي ملكة الجمال. ما شاء الله جميلة جدا جدا باين. كان معنى اسمها لقد جاءت الجميلة في موسوعة مصر في عيون العالم. والأوضة دي فيها تمثال للملك إخناتون، والتابوت بتاعه كمان الغطا، وهي دي الحاجات بتاعته. تعالوا بقى نتكلم عن تماثيل الخدم. المصري القديم كان مؤمن بالبعث والخلود، علشان كده كان بيوفر كل حاجة في المقبرة بتاعته. حتى الخدم كانوا بيضحوا بيهم ويحطوهم في المقبرة بتاعة الملك. وبعدين الموضوع اتغير، وبدل ما يحطوا الخدم بقوا بيحطوا التماثيل بتاعة الخدم. تماثيل الخدم كان حجمها صغير بيدل على مكانتهم الاجتماعية، وكان لكل خادم وظيفة واحدة. التماثيل دي كانت بتتحط مع المتوفى علشان لما يصحى في العالم الآخر تخدمه تاني. والرؤوس اللي هنشوفها دلوقتي اسمها رؤوس البديلة، وظهرت في عهد الملك خوفو، لأن هو كان محرم صناعة التماثيل، فكان لازم يلاقوا بديل للتماثيل علشان الروح لما تيجي تتعرف على الجثة بتعرفها يا إما من الموميا يا إما من التمثال. فهم اختاروا رؤوس البديلة علشان تكون بديل للتماثيل. وده اسمه أسر كاف. أسر كاف أنشأ هرمه في سقارة. أسر كاف عمل ثورة مع الكهنة ضد الأسرة الرابعة لحد ما سقطت، وبقى هو الحاكم الأول في الأسرة الخامسة. التمثال ده من التماثيل النادرة اللي بيظهر لها شارب. البوابة دي اسمها الباب الوهمي لإيكا. الباب ده مكون من 14 قطعة من الخشب. عرض الباب 150 سنتي وطوله 200 سنتي. ايه بقى الفايدة منها؟ ان روح المتوفي بتعدي من الباب ده للدنيا من تاني. طبعا دي معتقدات المصري القديمة. ده بقى تمثال بيبي الأول. بيبي الأول ليه هرم في سقارة. التمثال بتاعه معمول من النحاس، والتمثال الصغير اللي جنبيه ناس بتقول ان هو ابنه، وناس بتقول ان هو نفس الشخص لكن على تمثال اصغر. وده تمثال منتحتب التاني، وكان ملك محبوب عند شعبه وأعاد للبلاد الاستقرار والأمان. لما لقينا التمثال لقيناه ملفوف في كتان أبيض. التمثال لونه أسود نسبة للون تربة مصر. ساعتها مصر كان اسمها كامت نسبة للون تربتها الأسود. تعالوا بقى نشوف رجليه. رجليه كبيرة قوي بالنسبة لجسمه. الرأي الأول بيقول إن الملك كان مصاب بداء الفيل، بس ده رأي ضعيف علشان داء الفيل بيجي للنساء فقط، وحتى لو كان عنده أي مرض النحاتين ما يقدروش يسموه بداء. ورأي التاني بيقول إنه كان مقبل على حرب، فالنحاتين رسموه برجلين كبيرة علشان يثبتوا إن هو كان ثابت في الحرب. الرأي التالت بيقول إن التمثال اتنحت على إيد 2 نحاتين، علشان كده النحات التاني معرفش ينسق الرجل مع باقي الجسد.
وكده خلصنا الجزء الأول من المتحف. أشوفكم في الجزء التاني، ومع السلامة. سلام.